النهارده يا جماعه جايين لكم بفكره جهاز عبقريه. جهاز بيقيس معاك حراره العنبر، بيقيس حيويه الفرخ، بيقيس معاك الامونيا، بيقيس معاك يمكن اكتر من 5 حاجات. وعايز اقول لك ان الجهاز ده مجاني، ولكن للي عقله شغال وبيربي بقاله فتره. طب ايه هو الجهاز ده ولا نجيبه منين؟ لا، الجهاز ده لا بيتباع ولا بيتشرى. الجهاز ده ربنا رزقك بيه، اداك 5 حواس. ايه هم ال5 حواس؟ اللي هم النظر، اللي هم الشم، اللي هم الفم وودنك واللمس. طيب نستخدمهم ازاي؟ تعال اقول لك نستخدمهم ازاي. هنبدا باول حاجه بالنظر. انت راجل دخلت مزرعتك، اول حاجه بعينك هتحاول انك تكشف العنبر كله وتشوف هل الفراخ بتاعتك متجمعه في مكان واحد ولا الفرخ بتاعك منتشر ومتحرك في المكان كله. يبقى ده اول حاجه، بتكشف على انتشار الفرخ في المكان كله بنظرك او بعينك. طيب تاني حاجه الشم. طيب بتمشي في وسط العنبر بتاعك وبتحاول بقدر الامكان تقعد مده طويله، يعني مش اقل من نص ساعه وساعه وساعتين، وتحاول انك تشوف هل في ريحه امونيا في المكان، هل انت مش عارف تاخد نفسك بسهوله او حاسس بتقل في النفس. فاذا كده عندك سوء تهويه او التهويه مش مظبوطه. يعني انت لما يكون راجل ما قدرتش انك تقعد في وسط العنبر بتاعك نص ساعه وانت ارتفاع مناخيرك عن الارض اصلا ممكن متر ونص، ما بالك بقى الكتكوت اللي هو مناخيره بينه وبين الارض ما يجيش مثلا يعني 3 4 سم، فما بيستحملش الامونيا، بتكون داخله مباشره على الرئه بتاعته. فانت بالحاسه الثانيه بتاعتك اللي هي الشم بتقدر تكشف اذا كان العنبر فيه ريحه امونيا او مفيش تهويه ولا لا. طيب نخش على الحاسه الثالثه. الحاسه الثالثه اللي هي الفم. طيب هنعمل ايه ببقنا؟ طيب ولا هنستخدم بقنا ازاي؟ بتبدا انك تحرك الكتكوت بالصوت العالي وتشوف رد فعل الكتكوت، هل هو بيستجاب لصوتك ولا هو عنده عدم حركه او عنده مثلا عدم حيويه. فبتبدا تلاحظ هل الكتكوت بيتحرك معاك ولا لا. ارجع كده برضو ورا، هنجرب ننادي على الكتكوت. الكتكوت ده النهارده عمر 5 ايام. صلي 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 صلي. ارجع ورا، ارجع ورا، روح كده. ما شاء الله، برضو يعني الكتكوت عمر 5 ايام وما زال لسه بيستجاب للصوت العالي او للحركه وبيتحرك معاك. صلي 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 صلي. ما شاء الله، اللهم بارك. يبقى كده قلنا الحاسه الثالثه اللي هي حاسه الفم. بتبدا انت تعمل ضجيج او صوت عالي في المكان بحيث تشوف هل الكتكوت هيتاثر بيه ولا لا. طيب بعد كده نخش على الحاسه الرابعه اللي هي حاسه الاذن، اللي هي حاسه السمع. بتبدا تسمع برضو كده في هدوء وتشوف هل الكتكوت فيه اي خنفره، هل في اي صوت مش طبيعي، هل في صوت عطسه صغيره، هل في صوت طشمه، بحيث انك لو في اي مشكله زي ديت تقدر تلحقها برضو من بدري وتعالجها وهي لسه في بدايه الانتشار بتاعها. طيب كده قلنا 4 حواس، ونخش على الحاسه الخامسه اللي هي حاسه اللمس اللي هي الايد. طيب حاسه اللمس دي بنعمل بها ايه؟ هقول لك انا. بتمسك انت مثلا الكتكوت كده في ايدك، بتلاقي الكتكوت الكويس بيزق كده، شايف برجله او بجسمه او بجناحاته بتلاقيه بيزق معاك. شوف الفرخ مثلا، شوف بيزق كده معاك. فدي انت لما بتمسك الفرخ بايدك بتعرف اذا كان الفرخ حيوته كويسه ولا لا. في فرخ تاني ممكن تمسكه بتلاقيك زي ما انت شايله كده ما بتحركش في ايدك خالص، مسلم نفسه. فانت تعرف الفرخ ده يعني مهبط، فيه مشكله. تبدا تبص او تبدا تشوف اذا كان حاله فرديه ولا في منه كتير. لو في منه حاله فرديه او كام حاله فرديه تقدر انك تعزلهم او تتخلص منهم. لو حالات اكتر يبقى عندك مشكله في نوع الكتكوت نفسه او عندك مشكله في العنبر ومحتاجه انها تتحل. فنركز. فيا جماعه دول 5 حواس يعتبر جهاز واحد في جسمك بتقدر انك تكتشف بيه اي مشكله تقابلك في مجال الدواجن. لا تقول لي بقى حساسات ولا انا شغال بتايمر، كل ده ماشي على دماغي وعلى راسي، ولكن وجود انسان او شخص فاهم في مجال التربيه في العنبر على مدار ال 24 ساعه ده يعتبر عامل اساسي، ويمكن ده اول عامل اساسي في نجاح دورتك. فيا جماعه نراعي ربنا في اكل عيشنا، وكل واحد يقعد جنب فراخه وبقدر الامكان نحاول ما نقصرش، وربنا يرزق الجميع ويراضي الجميع باذن الله.